عمرك سألت نفسك ايه هي أهمية البرنامج الغذائي في البناء العضلي؟ جودة الأكل بتلعب دور كبير جدا في التأثير على جدول التمرين الخاص بيك، يعني بكل بساطة لو نظامك الغذائي فاشل افهم كويس إن جدول التمرين اللي أنت ماشي عليه مهما كان قوي عمرك ما هتلاقي نتيجة ترضيك، ولو أنت نظامك الغذائي مثالي وتمرينك مش قوي هتلاقي نتائج ترضيك وهتلاقي نفسك في تقدم مستمر. يعني الشخص الرياضي احتياجه من البروتين يوميا من 1.5 جرام بروتين ل 2 جرام بروتين لكل كيلو في جسمه، والكميه دي كافيه ومناسبه ليه جدا، وكمان بيحتاج 4 سعر حراري لكل كيلو في جسمه حسب حرارته وحسب يومه وحسب الرياضه اللي هو بيمارسها، ولو ما قدرش يحدد الكميات دي بالشكل المظبوط والسليم هيخسر انسجه عضليه كتير جدا وهيوصل لنتائج غير مرضيه. فلو انت هدفك انك تبني عضلات فافضل اختيار ليك انك تحدد نسبه البروتين اليوميه اللي جسمك محتاجها على مدار اليوم، وكمان تحدد سعراتك الحراريه اليوميه. يعني لو انت احتياجاتك اليوميه من السعرات الحراريه 2000 سعر حراري يبقى هتبدا تنزل من سعراتك الحراريه من 100 سعر ل 500 سعر حراري بس بشكل تدريجي عشان ما تخسرش عضلات، وده لو انت عايز تخس. اما لو انت عايز تزيد فهتبدا تزود سعراتك الحراريه من 100 سعر ل 500 سعر زي ما قلت لك بس برضه بشكل تدريجي. وهنا لو انت حاسس ان جسمك فيه شويه دهون زياده ولو بشكل بسيط وحاسس انك خلاص اليأس تملك منك بسبب عدم تطورك في التمرين يبقى انت كده محتاج طاقه اكبر في التمرين، لانك ماشي بقالك فتره كبيره على عجز في السعرات الحراريه عشان خايف تزيد دهون، وفي الحاله دي عضلاتك عمرها ما هتتطور. طيب ايه اللي ممكن تعمله في الوقت ده؟ تبدا تستخدم بعض المكملات الغذائيه اللي تساعدك شويه، ولو انت معارض انك تاخد مكملات غذائيه من الافضل انك تقسم وجباتك على مدار اليوم، ودي طبعا هتبقى بالكميه المناسبه لجسمك، وفي الحاله دي هتبدا تاخد وجباتك من 4 وجبات ل6 وجبات على مدار اليوم. حاول تاكل اكبر كم من الوجبات على مدار اليوم وتعمل فرق ما بين كل وجبه ووجبه على الاقل 3 ساعات. ولو انت لاعب مبتدئ ولسه جديد في الجيم يفضل انك تركز في التغذيه مع التمرين. بلاحظ شباب كتير جدا بيتبعوا نفس الدايت ونفس التمرين مع بعض، وده طبعا اسلوب غير صحيح بالمره، عشان تبقى فاهم كل شخص مختلف عن التاني في نقاط القوه ونقاط الضعف، وكمان كل شخص مختلف عن التاني في التمرين، فكل لاعب له نظام غذائي تدريبي خاص بيه. ولو انت فعلا شخص طموح وحابب انك تطور من نفسك لازم تحدد هدفك الاول، فلازم تصمم خطة مناسبة ليك ولهدفك. وبرضه التمرين مع زميلك فيه تحفيز وتشجيع للمنافسة، ولكن ليه جانب سلبي انك ممكن تتعود على التحفيز ده، وفي الحالة دي لو صاحبك عنده ظرف وما قدرش يروح يتمرن هتبدأ تكسل وتمل وتوقف تمرين لحد ما يرجع عشان تستمر معاه تاني في التمرين، وده مش كويس ليك على المدى البعيد، صعب اي حد يستمر عليه. فخليك حريص انك يكون عندك دافع خاص بيك انت لوحدك، وكمان خاص بهدفك وجدولك، ويكون مصمم ليك انت وبس. وفي الحاله دي لو حد حب يشارك معاك في التمرين مفيش مشكله، وده هيبقى في حاله تكسير الروتين اليومي. وبكده نكون انتهينا من حلقه النهارده. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. كان معاكم الكابتن عمرو فليكس. السلام عليكم.